بيجي لي ناس بتكلمني على البرايفت بتقول لي انا عايز مشروع او اخش البورصه واحقق 50% بس كل سنه وهكون راضي. تكون راضي انك تحقق 50% كل سنه تكون راضي؟ انت عارف النسبه دي؟ يعني انت لو داخل بمليون جنيه خلال 20 سنه هيكونوا 3 مليار 300. ده رقم منطقي بالنسبه لك انك تعرف تحققه او اي حد كده يعرف يحققه؟ كمان 30 سنه بنفس المليون جنيه دي هيكونوا 200 مليار جنيه بسبب ال 50% اللي انت تحققها كل سنة. انت شايف ده طبيعي؟ خلينا صراحة، في سنين هتعدي عليك فعلا هتلاقي نفسك محقق 50% ويمكن 100% كمان وقت الأزمات، لكن في سنين تانية هتعدي عليك برضو مش هتقدر تعدي ال 3%. وبالعكس في سنين تانية هتعدي عليك وهتلاقي ان انت خسران 20% من فلوسك. وهي دي طبيعة التجارة والبورصة ولازم تبقى متأقلم معاها ومتفاهم الكلام ده. المشكلة بقى في التوقعات العالية دي ان انت ممكن لما تيجي كمان سنة تلاقي نفسك محققتش ال50% تحس بإحباط وتتخلى عن الاستثمارات اللي انت كنت داخل فيها وتبيعها بخسارة، وهي كانت ممكن فعلا تكمل وتكسب السنة اللي بعديها. وكل ده عشان ما عندكش صبر، او الأسوأ بقى ان انت تعمل مخاطر مش محسوبة وتخش بطريقة عشوائية او تشتغل بطريقة عشوائية علشان تقدر تحقق مكاسب وهمية في دماغك بس، ومش هتحصل. من الاخر كده مش هتقدر تحقق مكسب على المدى البعيد الا ما تلتزم بخطة واستراتيجية معينة في الاوقات الوحشة قبل الاوقات الحلوة، وقت الازمات قبل وقت الانتعاش والنمو الاقتصادي.